مساك الله بالخير يا عم سليمان. الله يكهلا. أول شيء شكرا ثم شكرا ثم شكرا اللي اتحت لي هالفرصة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. اللهم اجعلها في أمامها الإسلام والمسلمين. آمين. عم سليمان، أنا الحقيقة الوصية أسرتني كما أسرت كثير من الناس، فسؤالي هو كيف قدر يستطيع العام الشيخ سليمان الراجحي يصل إلى هذه الدرجة من التصالح مع النفس، بعيدا عن تجارة سليمان الراجحي والتي موجود على اليوتيوب وعلى تويتر، فقط أريد كيف وصلت لهذا التصالح مع النفس. هذه واحدة. الشيء الثاني، لا عد يا شيخ، أرجوك أن لا تقول العم سليمان، تقول الأخ سليمان الراجحي. حبي لك الله يسلمك. عظيم وجليل حقيقة. فأنا إذا كنت بتكلم عن هذا الموضوع لا أتوسع فيه كثير، لكن هو قادر يتوسع فيه، لكن أعطيك مثلا وجدنا أو سمعنا من هو أخوين، أحدهما عالما وأحدهما جاهل، ويختلفون عن تركة أبوهم. سألتك عليك تعلم من خطأ الآخرين ألا تخطئ. لذلك توجهت بهذه الوصية بهذه الطريقة وهذه والمسلمين جميعا. آمين. طيب يا شيخ، لماذا طرحت على أولادك أنهم ما يعالجونك برا المملكة؟ هل هذا إيمان بالكوادر الوطنية أو؟ أولا طال عمرك أنه لا شك أن إيماني أن الحمد لله الآن وصلت في البلد عندنا شباب من شبابنا مواطنين سعوديين وغيرهم عندهم فعال في بلدي وارتفع في بلدي، علما بأني عندي ثقة كاملة أن أطباءنا السعوديين عندهم نفس المقدرة اللي عند غيرهم. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. سليمان الله لا يقدر، أنت قلت إذا تعبت لا تحطونه بالبيت ودونا للمستشفى، وش الفكرة من هذا؟ ما بيتعب عيالي ما شاء الله، ما بيتعب عيالي، هو تعب بنات وفي استعداد، وبعدين هم لا يقدرون يسووا شيء، لكن المستشفى ربما الممرض يقدر يعمل شيء، وربما الطبيب يعمل كل شيء، وهذول ما يعملوا شيء. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. شيخ أنت قلت استأنسوا برأيي ولا تأخذون به. وش الفكرة من هذا؟ يعني بمعناته انك لا تاخذ رايي انه هو ممكن رأت رأيتها وفكرة ورجال، ولكن ربما انك انت تضيف عليها وتحط فيها بحيث تطلع برأيك احسن ما انا احط. يا سلام. شيخ أنا زرت الوطنية وصورت عندي هنا بنت مع مفك وتفك بالمكاين، فسألت وش الفكرة، فقال لي دكتور محمد بعد ما قال لي القصة اللي دارت بينكم انه يوم جاء تأنيث البنات قلت له انت السنة كنت بتعاملها زي بناتك وظفهن، اسف تأنيث الوظائف. وفعلا ما شاء الله دكتور محمد نجد صعوبة لما نجي نسوي تغطيات وتصوير بالمكان النسائي. ولكن يا شيخ يوم سألت عن هذا قالوا ان الشيخ سليمان الراجحي يوم شرى المكاين اصر على الالمان والاسبان انهم يجيبون مدربات للقصيم يدربن البنات. اولا هذا نعم. دينية ان احدكم لا يؤمن حتى يحب لاخيه مثل ما يحب. اذا كان بنتنا او بنت جيراننا او ما هو احسن لي ان احماها في ستر يحماها بدينها وتكون تاجر تقوم بالعمل وتعيش بالعمل بطريق شرعي احسن ما. لكن الوطنية خلقت وظائف، يعني أنا شفت بنات برواتب جدا عالية مهندسات، وشفت كوادر سعودية برضه خلقتها الوطنية وصلوا لشركات كبيرة. والسر ان الوطنية ما بقى لا ألماني ولا أمريكي ولا استرالي. وش الفكرة؟ ما شاء الله، الله خلقكم وما تعملون، والله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. هل ربنا جل جلاله بقدرته أن جعل العلم للملكان ولا سبحانه قال خلقكم وما تعملون؟ هو خلقنا، العلم كله من الله والعلم من الله، فقادرين المواطن السعودي يصير مثل الأمريكي أو مثل يستعمل عقله بالكامل وبشيء بالخير. يا سلام. شيخ أنا وعدت الناس بشيء حصري، كم وصل الوقف اليوم؟ والله ما أقدر أحصي رقمه عشان أكون صادق. أقول لك شيء أفضل من هذا. لما أنا فكرت فكرة إني أعطي أولاد حقهم، نعم، والبنات حقهم، والزوجة حقهم، وأجعل الباقي وقف، نزلت وأخذت حقي وأعطيت الأولاد حقهم. اللي أنا الآن بالوقف بفضل الله سبحانه اللي أعطته الأولاد مع أمهاتهم الأطعمة كله كامل، أعادوا رب العالمين للوقف ما شاء الله في خلال سنتين أو 3 سنين. ما شاء الله. لله سبحانه. ولكن أنا مصر على الرقم يا شيخ. أنا مصر على الرقم يا شيخ. الرقم
كم يا شيخ؟ 60 مليار. ما شاء الله جاوز 60 مليار. ما شاء الله ما شاء الله. الوقف اليوم وصل 60 مليار، وهذا يعتبر من أكبر الأوقاف على مستوى العالم الإسلامية، وهذا يخص الإسلام والمسلمين. فلك قبلة من هذول اللي كنت سمع. جزاك خير وسلمك. الله يبارك لك. أنا ودي لكل من يملك مال يفكر كم بده يعيش بسنة، 60 70 وقليل من جاوز ذلك. طيب إذا كان هذه أعمار محمد محمد، طيب اصبر 66 بعد 60 رحت وش سويت؟ هالمال اللي تأمرته وين راح؟ ولكن يضبطه بضوابط شرعية، تعامل مع الشرع، تعامل مع أنه يخدم الإنسان، وينوي في نيته أنه لا يد فيها كبرياء عن الناس يثنوا عليه يمدحوا، لا، يربط نفسه كله أنه خاص لله. فإذا الإنسان كل موقف عمل شخص لله أطمن. أي عمل يعمل في سبيل الله مخلوق من الله. وهذا اللي صار معك شيخ سليمان. أي نعم. خلف الله عليك بسنتين ورجعت. أي نعم. ما شاء الله تبارك الله. كان الأمن في الأوطان والصحة والأبدان. الأمن موجود الحمد لله والصحة والأبدان، إذا ما علينا إلا أن نعمل. فأنا أنادي كل واحد أن يعمل في سبيل الله، ويعني وذلك أضعف المال تدعو له ساجدا تدعو له قائما. هذا أول مرة. الله يجزاك خير يا شيخ. بدون جهد وبدون تخطيط الإنسان. الله قال الله سبحانه وتعالى واعملوا وسرعكم والمؤمنون، ما قال ناموا واشتغلوا وخذوا فلوس، لا. العالم كله تمنى الواحد يحصل فيزا يجي إلى مكة المكرمة ويجي المدينة المنورة مع عبادة، الصلاة 100 صلاة والتسبيح 10,000 صلاة، يعني نعم من الله سبحانه تلقى بيزاد يوم. ولو يتمنى لا جاء هالمجلبي إلى بلدنا يتمنى أن يعطي زود مال ما حصل له، لأنه ما شاء الله. هذا نواف محمد، هذا أبوه الدكتور محمد. أنا أتوقع أنه صديق لك قبل يكون أخ، ودائما لسانه جزاه الله خير ناهج بدعو عليك. أنا بالقصيم شوف صديق الدكتور محمد، فأنت حضيض حقيقي في هذا الولد. وهذا عبد الرحمن محمد. ما أبوش أنا أتحدى، لا أتحدى. هلا والله وسهلا. يلا حي، شلونك؟ الله يسلمك. ازيك؟ هلا والله وسهلا. والله ما دكتور ذولا مو بيجون القصيم والله عاد سالهم نبي نربطهم، وراكم انتم بتجون لنا بالوطنيه. لا دعايه لي يعني انهم يجون. ها؟ احنا نجي بس من الحيوي كذاب. طبعا انا وقعت اتفاقيه انا وعمي، بس مين مالي وقعنا اتفاقيه اني اترك السكر. فقال لي السكر وقفه ومن الان، فانا عهدتك ان شاء الله اني وقف السكر من الان. موفق ان شاء الله، موفق ان شاء الله. ايه اسلم. شنو هذا؟ شنو هذا واحد؟ طيب خلي اشرب ذا الحين والباقي يجي. لا انا عهدت صحيح. اصبر قبل يجيكم الدكتور، شكرا 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 على ما قدمته لي من تنسيق هذا الاجتماع. فيك بس تستاهل اكثر والله يا ابو سلمان اخو عزيز.